السلام عليكم ورحمة الله. رجعت لكم النهاردة يا جماعة بوصفة كيكة الكريم كراميل. هنعملها بطريقة سهلة وطريقة احترافية، وهنشوفها يا جماعة كده عاملة ازاي في الشغل بتاعنا. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة الكيكة عاملة ازاي اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة الهشاشان بتاعها ولا الطريان. بصوا لو قطمنا كده بصوا الموضوع عامل ازاي. بسم الله اهو. ويلا نخش نعمل الطريقه على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يوم جديد ويوم سعيد مع الشيف منصور للطبخ الاصول. وهنعمل النهارده كيكه الكريم كراميل. هنعملها بطريقه احترافيه، وممكن ناخدها مع الشاي بين الوجبات، ناخدها الشغل، ناخدها المدرسه. ولو انا ظروفي الاقتصاديه والطرد غاليه جدا جدا جدا، هنعملها في الكادر ده، وهنوريكم ازاي تقدموها كيكه وتقدموها تورته. ونبدا الوصفه على بركه الله. والمقادير اللي معانا النهارده، معانا 1 كوبايه لبن. ديت طبعا دي كوبايه زيت، وهنحط كوبايه الا ربع منها. 1 كوبايه دقيق، 1 كوبايه سكر، 3 بيضات، باكو فانيليا، باكو بيكنج باودر، باكو كريم كراميل. وهنبدا العجين على بركه الله. اول حاجه هننزل بيها يا حضرات اللبن بتاعنا اهو في الخلاط. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بعد كده هننزل بكوبايه السكر، يبقى نزلنا بكوبايه الحليب وكوبايه السكر. هننزل بكوبايه الدقيق، كله كده في الخلاط وحاجه بسم الله ما شاء الله. واخر حاجه هننزل بيها كوبايه الزيت اهو معانا. وبعد كده هننزل بباكو الكريم كراميل اهو. هناخد الكراميل ده هنستعمله، وباكو الكريم كراميل هينزل معانا في قلب الوصفه كده زي ما حضرتك شايفه. هنضرب الكلام ده كله مع بعض، نضربه زي ما حضرتك شايفه كده اهو. وهيبقى القوام زي ما حضرتك شايفه. بسم الله حبيبي يا رسول الله. ده القوام بتاعنا. نقرب الكاميرا هنا اهو. القوام بتاعنا هيبقى كده اهو. هنديه كمان ضربه وهنوريكم ازاي هنصنعه مع بعض. بعد كده يا حضرات نزلنا باتنين بيضه اهو. البيضه الثالثه دي هنشتغلها برده في وقت تاني. ونزلنا باتنين باكو فانيليا، وننزل على الخليط القمر ده كده بالاتنين بيضه والفانيليا. وممكن البيض في اول الفيديو يتضرب مع السكر، وممكن انا بضربه في الاخر كده عشان خاطر يديني النتائج اللي انا عايزها. القوام اللي انا عايزه مظبوط اهو 100% اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بعد ما كله ده ضرب مع بعض، جبنا الفورمه اللي هي مقاس ال 24 دي زي ما حضراتكم شايفين، وحطينا فيها خليط كيكه الكريم كراميل. ودي طبعا هنجيب التوسبيكس كده ونفضل نلف فيها كده عشان نفرغ منها الهواء، ونعمل لها عمليه يعني عمليه تفريغ كده جميله. ودي هتخش الفرن على درجه حراره 180 درجه. هتقعد معايا 35 دقيقه. تدخل الفرن على بركه الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونعمل لايك للفيديو ونشيره عشان يوصل اكبر عدد ممكن. وهنعمل يا جماعه الكريمه بتاعه الكيكه الكاستر اللي احنا عملناها. جبنا كوبايه حليب زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. هنحط معاهم 4 معالق سكر كبار. 1 2 3 ادي 4 معالق سكر. هنحط معلقه كاستر اللي هو ده كاستر كلوريكس ده اللي بنحطه. هنحط 1 معلقه كبيره اهو. يبقى في الكلام ده كله، وهنحطه على النار لمده 3 دقائق. اول ما يربط معانا هنبتدي ننزله من على النار. وحطينا الكلام ده كله على النار، والكاميرا تقرب شويه في قلب الحله اهو على نار هاديه. النار بتاعتي يا دوينك هاديه عشان ما يلدقش ونستمر في التقليب. اول ما ده يجمد معانا هننزله، وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع ماشي معاكم خطوه خطوه. وده القوام يا جماعه اللي احنا عايزينه. وممكن بعد لما نيجي نشتغله هنديه 3 معالق حليب، معلقه صغيره عشان يخف معانا شويه. بس ده القوام اللي احنا هنفرده على وش الكيكه بتاعتنا. وزي ما حضراتكم شايفين خرجت القمر من الفرن. واول اختبار نعمله بنجيب عود التسبيكس كده ونقول بسم الله، بننزله كده ونسيبه ثانيه واحده ونطلعه. لو طلع قمر كده يبقى استوت معانا. بنيجي على الجناب بنلاقيها فصلت، وهنسيبها تبرد والاخر نفنشها مع بعض على بركه الله. الكاستر كده بمعلقه لبن صغيره اهي عشان اجلس على الوش. وادي الكيكه زي ما حضراتكم شايفين اهي. بصوا هشه ازاي وطريه. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. هنخف ده شويه كده وهنجلسه على وشها. صوص الكاستر معانا اهو. هننزل على وشها من فوق بسم الله حبيبي يا رسول الله بالطريقه دي كده. وبظهر المعلقه هنبتدي نوزع كده. وجبنا باكو كريم كراميل كده اهو، او باكو الكراميل. عملنا قرطاس، وممكن نقطع الباكو ده ونشتغل بيه على طول. لكن طبعا انا عايز اعمل الديكور بطريقتي انا كده. بروح لافف بالكونو بتاعي اهو. بعمل دواير جوه بعضها اهي من بره من جوه لبره اهو. بصوا الموضوع عامل ازاي. وكده عملنا الديكور بتاع كيكه الكريم كراميل
وادي الصوص بتاع الكريم كراميل اللي فنشنا بيها من فوق. هنيجي بقى كده ناخد من بره لجوه كده او من جوه لبره زي ما حضراتكم بتحبوا اهو. اهو بصوا الموضوع عامل ازاي، موضوع سهل وبسيط. وكده عملنا كيكه الكريم كراميل وجرنشناها وعملناها بطريقه احترافيه زي ما حضرتك شايفه. تقدميها كيكه، تقدميها تورته، اعملي اللي انت عايزاه يا ست الكل. اهو عندي اللي هو الكريس برايز او الشوكولاته اللي هي اللي زي ما حضراتكم شايفينها كده زي ما بتسموها في بلدكم اهي. وعندي فستق اهو. الديكور ده اختياري. نقطع بقى الكريس كده ونرصه كده على الجناب اهو. يعني انا بقول لكم ممكن كيكه وممكن تورته. يعني دي لو احنا عندنا عيد ميلاد وعملناها وداعا لاستغلال المحلات في التورت، وطعمي واعملي اللي انت عايزاه ست الكل اهو. عايزين بقى نزوق بشويه فستق مثلا، ممكن نحط بقى شويه على الجناب هنا مفيش مشكله اهو. كل حاجه قدام حضرتك. ما عنديش فستق مش مهم، اي نوع مكسرات. ما عنديش اي مكسرات خلاص يا ست الكل ما تعمليش، ايه المشكله يعني اهو. عندي بقى شويه الشوكولاته الجمال دول برضو ممكن ناخدهم شويه كده ايه في النص كده اهم جمال اهو. اهو زي ما حضرتك شايفه. كراميل بقى اللي فاض مني يا حضرات ناخده على الجناب كده اهو. اهو باي ديكور نعمله كده عشان خاطر نشغل اللون الابيض اللي تحت الكيكه اهو زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت نهايه وصفتنا، وصفه كيكه الكريم كراميل اللي اتعملت واتجرنشت. وطبعا يا حضرات ديت عملناها على شكل تورته ونقدمها في عيد ميلاد. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل كومنتس لاي حاجه حضراتكم عايزينها على راسي وعلى عينيا. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.